الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معاكم مستر محمد كرم في منصة هنذاكر سوا. طبعا دلوقتي احنا واخدين الاجازة وايه وقضينا ايه ضحك وهزار وكل حاجة، فعايزين ندي حاجات بسيطة، نعرف كده مع حاجات بسيطة مع بعض كلنا المفروض عارفينها اصلا من الترم الاولاني، اللي هو ايه، هنراجع شوية حاجات في النحو سوا. يعني ايه شوية حاجات في النحو سوا؟ بدل ما احنا دلوقتي قاعدين فاضيين ممكن نراجع شوية حاجات في النحو. مش بقولك تذاكر، مش بقولك نذاكر خالص، انا عارف لسه قدامنا شوية في الاجازة. بتقول يا مستر ايه ده، احنا هاخد دلوقتي نعرف دلوقتي نحو ونراجع ونعمل؟ لا خالص، مش بقولك نراجع ولا نعمل. انا بقولك انت مثلا هتبص على الفيديو، مثلا هتبص على الباوربوينت اللي بعد الفيديو اللي هيكون عندك في صندوق الوصف، وبعد كده تبص عليه عادي كأنك مثلا كفري، انت قاعد فاضي، انت كده كده اغلب الوقت قاعد على التليفون، وده ما برشحوش نهائي. ممكن تلاقي نفسك بحاجات تانية كتير، او مثلا تتفرج على فيديوهات علمية، فيديوهات حاجات تانية، بس خلينا في المهم دلوقتي. فانا بقول لك تيجي راجع شوية حاجات في النحو، واول درس هنبدأ فيه درس ايه؟ اقسام الكلمة. طبعا دلوقتي اغلب الناس ايه يا مستر اقسام الكلمة ومش اقسام الكلمة، ده اسهل درس. انا بتكلم على الكل، بقول هنراجع. يعني كلمة هنراجع دي فيها مليون الف خط. يعني انت ممكن تبص بس على الفيديو، هيكون بس تراجع عندك الذاكرة. ما احنا قاعدين فاضيين في الاجازة، يبقى كده ده كل ده هيضيع. طب ليه؟ ايه رأيك نبص عليه سوا؟ طب نبدأ بأقسام الكلمة. ايه هي الكلمة اصلا؟ يعني اول حاجة ايه هنقول ايه هي الكلمة؟ الكلمة عندي ببساطة، يعني مثلا اقول لو قلت احمد، هي احمد دي ايه؟ مش كلمة؟ لو انا قلت يشرب او ياكل او ينام، كل ده اسمه ايه؟ اسمه كلمة. طب معلش، او احمد ده بيدل على اسم ايه؟ شخص اسمه احمد. طب انا بقول ياكل او يشرب، واحد ايه بياكل، واحد بيشرب. طب لو انا قلت مثلا رايح للمدرسة، طب انا معلش انا بروح بقول ايه؟ رايح الى المدرسة، او الى ده حرف ايه؟ جر. طب حلو قوي، انا قلت اول حاجة احمد، صح؟ انا قلت احمد ده يكون ايه؟ اسم شخص عادي. طب احنا دلوقتي قلنا الكلمة، طب الكلمة ليها اقسام. احنا قلنا احمد وقلنا يشرب وقلنا ايه، صح؟ بالظبط كده. دلوقتي انت دماغك تراجع معايا دلوقتي سوا، اللي الكلمة تنقسم لثلاث ايه؟ ثلاث حاجات، ثلاث اقسام. ايه هما؟ اسم وفعل وحرف. اسم وفعل وحرف. ايه هو الاسم؟ طب بتيجي نشوف كده الاسم اصلا كان تعريفه ايه. هو اسم بيدل على اسم شخص، او اسم جماد، او اسم حيوان، او اسم فاكهة. طب ايه يا مستر اسم شخص؟ اسم شخص زي مثلا احمد، محمد، عوضين، عدي، اي حاجه، فاطمه، كل ده اسم شخص. طب ايه اسم تاني؟ احنا قلنا يا مستر اسم حيوان، زي ايه اسم حيوان؟ احنا في الاسد. مثلا لو احنا قلنا القرد، كل دي اسماء ايه؟ حيوانات. طب انت يا مستر قلت كمان اسم جماد، ايه هو الجماد؟ لو انا قلت الثلاجه اسم جماد، الغسالة اسم جماد، المبنى اسم جماد. مش كل ده اسمها جماد؟ ما اكيد مفيش جماد هيتكلم، زي مبنى مش هيجي لي يمشي لي والله. مثلا في ايه تاني؟ لو انا مثلا قلت اسم نبات، لو انا قلت الورد، لو انا قلت فاكهة زي مثلا الموز، هو الموز فاكهة. كل دي اسماء، كل ده اسماء. هل الاسماء دي بتتكلم؟ يعني اللي انا قلته اللي هو الجماد والنبات والحيوان ده بيتكلموا؟ في منهم غير عاقل، وفي منهم الاسم العاقل اللي هو اسم الشخص. الاسم ايه؟ الشخص. طب برافو عليك قوي كده، انت كده قلت معايا الاسماء صح. طب واحنا قلنا فاكرين الاسم كان ليه كام علامة؟ كان ليه كام علامة الاسم؟ يلا انا سامع الناس عماله تقول ايه يا مستر، في ناس بتقول خمسة، في ناس بتقول ستة، انا سامع دلوقتي في ناس عماله تتكلم معايا. طب ايه هما العلامات؟ تيجي نقولهم سوا. اول حاجة بيكون معرف بايه؟ بال. بيكون معرف بايه؟ بال. يعني ايه ال؟ لو انا قلت المسلاج، او المنضدة، او مثلا الزجاجة، ايه؟ زجاجة. كل ده ايه؟ اسماء ايه؟ اوله الف لام، يبقى الاسم بعرفه اول علامة ليه ايه؟ بيكون اوله الف لام. طب تاني علامة ايه هي؟ بيكون في ايه؟ اخره تاء مربوطة، بيكون اخره ايه؟ تاء مربوطة. زي حقيبة، زي ايه؟ ثلاجة. طب يا مستر مش انت لسه قايل الثلاجة؟ او انت بتعيد وتزيد ليه يا مستر؟ طب انا قلت الثلاجة، طب الثلاجة دي المرة دي فيها الف لام وفيها تاء مربوطة، بربط لك بالاتنين. يبقى كده بيكون اول حاجة فيه الف لام، تاني حاجة يكون في ايه؟ تاء مربوطة، يكون اخره تاء ايه؟ مربوطة، زي مكتبة. طب حلو، ادي كده علامتين. العلامة التالتة بيكون قبله حرف جر،
بيكون قبله حرف ايه؟ جر. يعني ايه يكون قبله حرف جر؟ يعني ببساطه شديده، انا عندي حروف الجر. طبعا احنا هنجيب الحروف دلوقتي، مش دلوقتي بس لما نخلص اقسام الكلمه، علامات الكلمه، علامات الاسم. ايه هو بالظبط يا مستر حروف الجر؟ هقولها بطريقه موجزه بسرعه عشان لما نروح لها ايه تكون عندك خلفيه عنها. ايه هم حروف الجر؟ في، من، الى، على، عن. دي الحروف المنفصله المتصله، الكاف واللام والباء. شكرا، مش عايزك تعرف اي حاجه عنهم غير لما نروح له. يبقى قبل الكلمه او قبل الاسم يكون حرف جر عشان اعرف ان الكلمه دي اسم. مثلا اقول ايه؟ في المدرسه. طب ايه؟ او في ملعب. انا خلينا كلمه في ملعب دلوقتي عشان اركز فيها اكتر. كلمه في ملعب او الى ملعب او كل مثلا اي حاجه قبل حرف جر وبعديها ملعب. مثلا في ملعب يا مستر، طب انا الكلمه دي فيهاش ولا الف لام ولا فيها تاء مربوطه. طب حلو قوي. هو في ده، في حرف جر. طب وملعب يا مستر ما فيهاش اي حاجه، بس احنا قلنا الكلمه اللي يكون قبليها حرف جر يبقى يجي اللي بعديها اسم. يبقى الكلمه اللي يكون فيها قبليها حرف جر يجي بعديها ايه؟ اسم. حلو قوي. يبقى ملعب دي ليه اسم؟ عشان يبقى قبليها حرف جر. طب انا لو قلت لواحد شاطر كده قلت له الى المدرسه، الى المدرسه، يبقى فيها كام علامه؟ حد يعرف معايا فيها كام علامه؟ انا سامع ناس عماله تقول يا مستر طب استنى، الى المدرسه انت قلت المدرسه فيها دي فيها الف لام. طب انا قلت انت قلت المدرسه تو فيها اخره تاء مربوطه. وفي انت قلت ايه اول كلمه اصلا يا مستر؟ في. يبقى فيها كام علامه؟ 3. يبقى قبليها حرف جر ومعرفه بالالف واللام واخرها تاء مربوطه. يبقى ايه دي؟ فيها 3 علامات. طب احنا كام بقى؟ فاضل كام علامه؟ تعالى نكمل. يلا نكمل سوا. احنا وصلنا لحد فين؟ لحد اسم الشخص. يعني ايه اسم شخص؟ زي ما قلنا احمد وابراهيم ومحمد وعلي وكل ده. ودي كانت رابع علامه. كانت الرابعه علامه كام؟ كانت العلامه الرابعه يا مستر. يبقى على كده ايه؟ نخش على العلامه الخامسه. ايه هي العلامه الخامسه؟ حاجه اسمها النداء، واحنا كلنا عارفينها. يعني ايه النداء؟ ببساطه شديده، لما اقول يا محمد، يا علي، يا ابراهيم، يا طالب، يبقى اللي يجي بعديه بيكون اسم. يا طالب مثلا، يا تلميذ، كل ده اسم. يعني ايه يا مستر؟ مش فاهم. النداء ده في حرف كده عارفينه كده اسمه يا. اسمه يا. اللي بيجي بعديه بيكون اسم. اللي بيجي بعديه يكون ايه؟ اسم. دي اسمها ذات نداء بس مالكش دعوه بيها دلوقتي. اللي بيجي بعد ليك لما يجي حد مثلا يقول لي يا طالب، يا معلم، يا طبيب، يا مهندس، يا كذا، اللي يجي بعديه بيكون اسم. حلو. دي كانت العلامه الكام معايا؟ دي كانت العلامه الخامسه. طب ايه العلامه السادسه؟ التنوين. الكلمه بيكون فيها ايه؟ تنوين. زي حقيبه، مكتبه، معلم، منضدة. كل اي حاجه اخرها تنوين يبقى ده اسم. يبقى اي حاجه بيبقى اخرها تنوين او فيها تنوين بيكون ايه؟ اسم. يبقى اي كلمه فيها تنوين يبقى ده ايه؟ اسم. طب في ايه تاني يا مستر فاضل؟ فاضل علامه اخيره. يبقى كده انا معايا كام علامه؟ علامات الاسم 7 علامات. كام علامه؟ 7 علامات. بيكون في ضمير. يعني ايه في ضمير؟ يعني ايه في ضمير؟ الضمير ده مثلا اقول معلمه، معلمه، صديقه، مدرسته، مكتبه، اخره هاء. اخره ايه؟ هاء. يبقى الكلمه بيكون اخرها ايه؟ هاء. وطبعا مش شرط هاء بس، يعني طبعا هنعرف بعد كده في الفتحات التانية كتير. طبعا احنا عارفين الضمائر فيها كتير وفي منها متصله بس مش وقته. يبقى ازاي مش وقته؟ وفي صحيح الفيديو ده مش مثلا من صف الرابع بس ولا الصف الخامس بس ولا الصف السادس بس، من سنه رابعه الصف الرابع الابتدائي لحد تانية اعدادي وتالتة اعدادي عادي. مفيش عيب. لحد مثلا ممكن يكون لسه مش عارف. في مستر يقول تانية اعدادي تالتة اعدادي ايه يا مستر؟ ده يكون اصلا عارفين الحال والنعت والبدل وحاجات كبيرة. لا عادي، هو الفيديو للكل. في ناس لسه تعرف وتعيد وتراجع عادي. يبقى كده احنا قلنا اي كلمة فيها يكون فيها ايه؟ ضمير. احنا قلنا الضمير ممكن يكون ايه؟ معلمه، مكتبه، معلمي، مدرستي، مكتبتي. كل ده يكون فيها الكلمه ايه؟ فيها ضمير. الكلمه يكون فيها ايه؟ ضمير. يبقى برضو ده يكون اسم. حلو. يبقى انا كده انا خلصت وقفلت كل حاجه خاصه بايه؟ خاصه بالاسم. يبقى كده الاسم خلصت علاماته وخلصت كل حاجه فيه. طب يلا نروح للجزء التاني. ايه هو الجزء التاني؟ الفعل. لما قلت ياكل ويشرب وينام، انا ياكل واحد بياكل ويشرب واحد بيشرب.
حلو قوي. طب حلو قوي، ايه يا مستر اللي انت بتقوله ده؟ انت جاي تهزر يا مستر ولا ايه بالظبط؟ في ايه؟ لا مش جاي اهزر ولا حاجه، بس انا ده اسمه ايه؟ اسمه الفعل. يبقى تاني قسم من اقسام الكلمه اسمها ايه؟ الفعل. يعني ايه يا مستر فعل؟ انا سامع الناس عماله تتكلم. الفعل ايه؟ هو اللي بيدل على حدث، هو بيدل على حدث طريقه روتينيه بقى، ويدل على حدث معين، ويدل على كذا. يا عم انا جاي اقول لك الفعل ده بيدل على حاجه. جاي بيدل على ايه؟ حاجه. يعني ايه بيدل على حاجه؟ بسيطه جدا وشديده. يعني بيدل على حاجه انت بتعملها. حركه. ايه حركه؟ يعني ايه حركه؟ ياكل. هو انت لما بتيجي بتاكل، معلش، بتعمل ايه؟ حركه. وانت مش بتحرك ايدك اهو؟ تيجي تشرب مش بتيجي تتحرك؟ لو انا قلت يجري، ده واحد ايه؟ بيجي برضو بيجري، في حركه، في نشاط معايا، في حيويه. يبقى انا الفعل ده بيدل على حاجه بتحصل، بيدل على حاجه ايه؟ بتحصل. طب يعني هو انا بقول يدل على حاجه بتحصل. طب انا ممكن يكون حاجه بتحصل او حاجه حصلت اصلا. يعني بتدل على حاجه بتحصل او حاجه حصلت. حاجه بتحصل او حاجه ايه؟ حصلت. طب يعني ايه حاجه بتحصل؟ حاجه بتحصل يعني ممكن تكون حاجه لسه بتحصل دلوقتي ومستمره. لو انا قلت دلوقتي ياكل، انا دلوقتي ياكل التلميذ الطعام، ياكل التلميذ الطعام. هو التلميذ دلوقتي بياكل ولا بيعمل ايه؟ التلميذ دلوقتي بياكل. التلميذ دلوقتي ايه؟ بياكل. طب انا دلوقتي بقول بياكل دلوقتي حالا. يبقى الفعل ده بسميه فعل ايه؟ فعل مضارع. بسميه فعل ايه؟ فعل مضارع. شاطرين. يبقى كده الفعل اول حاجه بينقسم لايه؟ لمضارع. بينقسم لايه؟ مضارع. يعني ايه مضارع؟ يعني حاجه بتحصل دلوقتي. حاجه بتحصل ايه؟ دلوقتي. طب انا لو قلت مثلا يشرب، انا دلوقتي بقول مثلا يشرب، تشرب البنت الماء، او يشرب الولد اللبن. حلو. يشرب مثلا، هو دلوقتي الولد بيعمل ايه؟ انا عرفت عن الولد دلوقتي هو بيعمل ايه؟ هو بيشرب. يبقى انا الفعل بعرفه ازاي؟ الفعل بيدل على حاجه بتحصل، بتدل على حاجه بتحصل، او حاجه ممكن تكون حصلت. يبقى انا الفعل لو انا قلت مثلا يفتح، او انا دلوقتي الولد مثلا واحد بيعمل ايه؟ بيفتح. مثلا انا قلت ايه؟ يغلق، يبقى هو بيعمل ايه دلوقتي؟ بيغلق. يبقى انا الفعل اول حاجه مضارع، يعني حاجه بتحصل دلوقتي. طب انا دلوقتي حاجه انت مستر اتكلمت على اول حاجه اللي هي ايه؟ فعل مضارع. طب ايه هو الحاجه التانيه؟ اللي هو الفعل الماضي. اللي هو الحاجه التانيه اللي هو الفعل ايه؟ الماضي. يعني ايه ماضي؟ انا قلت فعل ممكن يدل على حاجه بتحصل او حاجه حصلت. حاجه بتحصل او حاجه ايه؟ حصلت. طب يعني ايه حاجه حصلت؟ يعني حاجه اصلا خلصت. الفعل الماضي يعني حاجه ايه؟ خلصت. طب يعني نشوف حاجه خلصت ازاي. لو انا قلت شربت البنت الماء، او شرب الولد الماء، هو انت قلت ايه يا مستر؟ شربه. عمل ايه؟ شربه. خلاص هو شرب اصلا، ده شرب واتغدى ونام وكل حاجه. يبقى انا قلت ايه؟ شربه، نامه، اكله. كل ده وحاجه ايه؟ حصلت خلاص. حاجه خلصت. حاجه ايه؟ خلصت. انا حاجه ايه؟ خلاص خلصت. يبقى ده الفعل الماضي. يبقى حاجه انا عارف الفعل الماضي هو حاجه ايه؟ حاجه خلصت. انا الفعل الماضي عندي حاجه خلصت. باجي اقول لي الفعل، هو الفعل لسه في المضارع ولا الماضي؟ بسأل الفعل هو الفعل ده مضارع ولا ماضي، عشان ممكن في ناس بتلخبط من الفعل مضارع وفعل ماضي. هو انا باجي اقول معلش، هو الفعل عمل ايه؟ وصل لفين؟ قال لي ده اكل. بيقول لي ايه؟ اكله. يعني ده فعل ايه؟ خلص. الفعل ده ايه؟ خلص. يبقى انا باجي مثلا اقول اكل الولد الطعام. اهو انا يا مستر هعرف ده مضارع ولا ماضي ازاي؟ حلو. هو الفعل المضارع بيكون اوله اغلبه ايه؟ تمام. طب انا بقول ماضي، انا بسأل كده بقول الفعل ايه؟ خلاص هو الفعل ايه حصل له؟ هو الولد عمل ايه؟ اكل. الولد عمل ايه؟ اكل. انا بسأل السؤال ده بجد ما بهزرش. هو الولد عمل ايه؟ اكل الطعام. اكل يعني هو خلاص ايه؟ كل. طب انا بقى بسأل مثلا البنت، البنت بتعمل ايه؟ قالت لي مثلا ايه؟ نامت. انا عرفت البنت ايه دلوقتي؟ نامت. نامت خلاص هي نامت. يعني باجي بسأل اقول البنت هي بتعمل ايه؟ قال لي دي البنت نامت. هي لسه بتنام دلوقتي ولا خلاص نامت؟ لا ده نامت خلاص، نامت ودلوقتي هتلاقيها بتجري دلوقتي وبتلعب. يبقى انا الفعل الماضي حاجه حصلت وانتهت. حاجه حصلت وايه؟ وانتهت. حاجه حصلت وانتهت، ده الفعل الماضي. طب حلو قوي. انا كده قلت حاجتين. الفعل المضارع حاجه ايه؟ لسه بتحصل دلوقتي ومستمره. بتحصل ودلوقتي ايه؟ مستمره. ده يسميه فعل ايه؟ مضارع. طب الفعل الماضي بقى ايه؟ ده حاجه ايه؟ حصلت. ده حاجه ايه؟ حصلت وخلصت. طب ايه هو تالت نوع من الفعل؟ يعني تالت
قسم من اقسام ايه الفعل. هو الفعل الامر. ايه هو الفعل الامر؟ الفعل الامر ده، الفعل الامر هو حاجه بتحصل ايه يعني واحد بيأمرك. يعني ايه واحد بيأمرك؟ يعني مامتك في البيت لما تيجي ازاي تقول لك ايه، يا قم، قم اجلب الطعام. او مثلا تقول لك قم دلوقتي. هو انت قايم من مزاجك ولا قايم غصب عنك؟ لا، قايم غصب عنك وعايزه ايه، فاضل لها شويه وايه هتضربك. يبقى هي ايه بتأمرك عشان تعمل حاجه. او انت جعان ومش عايز تاكل، تيجي تقول لك ايه، كل الطعام. تقول لك ايه، كل الطعام. ايه ده؟ ايه الطريقه دي؟ كل الطعام. ده حد ايه وانت هنا بتاكل بمزاجك، ولا انت بتاكل عن حد واقف بيجبرك عشان تعمل حاجه؟ يعني بص، لو مش اكلتش بيقول لك ايه، كل الطعام، اشرب الماء. شايف كل ده؟ عارف ايه؟ هو بيتحذرك. يبقى ايه، انت بتأمرك، بيقول لك كل، اشرب. كل ده فعل ايه؟ فعل امر. كل ده اسمه ايه؟ فعل امر. اللي هو ايه، بيأمرك عشان تعمل حاجه، بيأمرك عشان تعمل ايه حاجه. طب ده تاني حاجه. انا كده الفعل خلصته، انا كده خلصنا الاسم وخلصنا ايه الفعل. طب ايه تالت حاجه اللي احنا تالت قسم من اقسام الكلمه؟ ايه هي؟ هي حروف الجر. ايه هي حروف الجر؟ مستر ايه هو الحرف اصلا؟ انا ما اعرفش. بص عشان اعرفك حاجه، حروف الجر او هي الحروف لسه بتتقسم لجر وعطف. الحرف عامه ده مش بيدل على حاجه غير ما يكون معاه كلمه. بس انا مش عايز اخش في الجهه دي دلوقتي او الجزء ده غير ما بس اعرفك الحروف. او ايه قلنا الحروف بتنقسم لحاجتين، حروف جر وحروف عطف. ايه هي حروف الجر؟ في، من، الى، على، عن. يبقى بيتقسم لايه؟ في، من، الى، عن، وعلى. دي حروف الجر. دي حروف جر ايه منفصله. يقول لك الى المدرسه، في الحقيبه، الى النادي، على المنضده، على المكتبه. كل دي ايه حروف اسمها حروف ايه جر. والحروف الجر دي اسمها حروف جر منفصله. يبقى انا قلت 5 حروف جر. ايه هما؟ في، من، الى، على، عن. ايه هما؟ في، من، الى، على، عن. دي حروف اسمها حروف جر ايه منفصله. طب ايه حروف الجر المتصله؟ الكاف واللام والباء. الكاف واللام والباء دي حروف كلمه ايه كلب. حروف كلمه ايه كلب. حلو قوي. دي اسمها حروف ايه؟ دي اسمها حروف جر. دي اسمها حروف ايه؟ اسمها حروف جر. طب ايه تاني نوع من الحروف يا مستر؟ اسمها حروف عطف. اسمها حروف ايه عطف. ايه هم حروف العطف؟ الواو، واو، وثم. الواو واو وثم وفي. الواو واو وثم والفاء. سوري، يبقى الواو والفاء وثم واو. طب ايه هو الواو؟ الواو دي بتجمع بين حاجتين. الواو دي بتجمع بين ايه حاجتين. ايه هما الحاجتين اللي بتجمعهم؟ ببساطه شديده بتجمع ازاي بين حاجتين؟ مثلا قلت ايه، حضر الحفل احمد وعمر. حضر الحفل احمد وعمر. هو كم واحد حضر الحفل معايا؟ واحد بس ولا 2؟ حضر الحفل احمد وعمر. كم واحد حضر الحفل؟ 2. يبقى الواو بتجمع بين ايه حاجتين. طب انا قلت ايه، حضر الحفل احمد او عمر. حضر الحفل احمد او عمر. هو كده كام واحد عمل كام واحد بتاع سمعوني يلا بتقولوا ايه؟ انا قلت ايه، او عمر. احمد او عمر. او مثلا ذهب المدرسه احمد او عمر. انا هنا او بتخير بين ده او ده، ده او ايه ده. يعني واحد بس اللي جه بينهم مش الاتنين. يبقى الواو بتعمل ايه بتجمع. طب او لا، بتخير بين ده او ده. مثلا اكل الطعام زيد او ايه او حسام. زيد او ايه حسام. يبقى زيد وحسام اكلوا ولا لا، ولا واحد بس اللي كل الطعام؟ لا، واحد بس. يبقى انا هنا ايه هنا الطعام كام واحد اكلوا في او لما قلت ذهب مثلا ايه، ذهب الى الفصل احمد او ايه او التلميذ او احمد او ايه عمر. يبقى كده ايه او بتخير بين ايه حاجتين. طب تالت حاجه اللي هي اسمها ايه الفاء. الفاء دي اسمها فاء السرعه. الفاء بتدل على ايه السرعه. الفاء بتدل على ايه السرعه. يعني ايه بتدل على السرعه؟ لو انا قلت ايه، اكلت الطعام فشربته. اكلت فشربت. هو انا هنا خدت وقت. انا بقول اكلت الطعام فشربت. شايف السرعه؟ انا اكلت خلاص هزرق اسمها هشرق. ايه، انا خلاص اكلت جالي شرقه هشرب على طول فشربت. طب مثلا ايه، نزلت فصعدت. يبقى ده بيدل على ايه سرعه. بص، سرعه الحدث.
يبقى الفاء بتدل على سرعه ايه الحدث، حاجه بتحصل بسرعه ما بتكملش وقت في نفس الدقيقه. مثلا ايه، انا اكلت فشربت. طب مثلا ايه، انا نمت فاستيقظت. طب ازاي يا مستر؟ هو جاي واحد جاي ينام ما جاش قامت بسرعه، اتخض، فزع. طب ثم بتعمل ايه؟ ثم دي بتدل على ايه؟ فيها بطء شويه، مش عن زي الفاء. الفاء بتدل ايه؟ بص، حاجه بتحصل في ساعتها، حاجه بتحصل ايه ساعتها. شايفه الايد بتعمل ايه في الثانيه، في نفس الثانيه بتعمل كده، ده الفاء. طب وثم؟ لا، ثم مختلفه عن الفاء. ثم عكس الفاء، ثم عكس ايه الفاء. ثم دي واحد باله طويل. يعني ايه باله طويل؟ يعني يا عم معاك ربنا، انا اكلت ثم شربت. انا مش عايز اشرب، اصلا بشرب يعني كل شويه ايه، كل كام ساعه بشرب ميه. يعني اكلت الطعام ثم شربت، ثم شربت. انت شايف ايه؟ ابوري مثلا نزلت ثم صعدت. انت شايف فرق حركه صباع المره دي ازاي؟ شايف الفرق؟ انا قلت ايه؟ انا قلت في الفاء كده. طب انا بقول ثم، بص واحد بحرك كده بص، شايف حركه ايدي شايفها ازاي؟ في بطء، في بطء. يبقى ايه؟ ثم بتدل على الايه البطء. طب انا اسالك سؤال، لو انا قلت نزلت الى الشارع في النقط، مثلا نقط حادث، نزلت الى الشارع ايه نقط حادث، هو انا هقول ايه؟ هو انا ما نزلت، انا ثم رايت الحادث، ولا فرأيت الحادث؟ ايه اللي تشوفها؟ انا واحد نزلت في نفس الثانيه، انت شفت الحادثه ولا ثم شفت الحادثه؟ طب انا اسالك سؤال تاني على الفاء وثم برضو، عشان برضو ايه الحته دي برضو بتلخبط. لو انا قلت اكلت الطعام، اكلت الطعام فشربت الماء، ايه احسن؟ انا قلت فشربت، ده واحد بيدل على ايه؟ في هنا في بطء ولا في سرعه؟ هنا الفاء بتدل على بطء ولا سرعه؟ طب انا قلت مثلا اكلت طعام ثم شربت الماء، هنا ثم دي بتدل ايه؟ ان واحد اكل في نفس، اكل وخلص وشرب، ولا اكل وبيشرب في نفس الوقت؟ لا، انت مثلا قلت لنا اللي ثم فيها بطء وفيها تراخي، ثم فيها بطء وفيها ايه تراخي. طب والفاء بتدل على ايه؟ الفاء بتدل على سرعه بتحصل في نفس الدقيقه، بتحصل قد في نفس ايه الدقيقه. دلوقتي خلاص كده الفيديو بتاعنا خلص حتى النهارده، وان شاء الله باذن الله كل يوم، يعني ايه طبيعي مش كل يوم يعني بنسبه كبيره هنزل فيديوهات، بس هحاول مثلا على قد وقت في الوقت الفاضي هنزل كل يوم فيديو فيه درس معين اشرحه. يعني مثلا بكره ان شاء الله هنشرح انواع الجموع، وباذن الله باذن الله ان شاء الله اي حد عنده مشكله في انواع الجموع باذن الله بكره ان شاء الله هنحلها. يبقى انواع الجموع ايه هما، اللي هو خلاص خليها في الفيديو الجاي عشان ايه ما يفضلش الخبطك اكتر من كده. يبقى انا كده عندي ايه انواع الجموع ان شاء الله الفيديو الجاي باذن الله ان شاء الله بكره. ومعاكم مستر محمد كرم، كان منصه هنذاكر سوا، والتوفيق للجميع.